بص انا هحاول اتكلم معاك بمنتهى البساطه وهتكلم معاك كلام من القلب، وممكن يكون الكلام ده انت عمرك ما سمعته قبل كده او محدش بيرضى يقوله، يعني لاسباب هنقعد نتكلم فيها مع بعض دلوقتي. حسن شحاته وحسام حسن، واداء منتخب مصر مع حسن شحاته واداء منتخب مصر مع حسام حسن. في البدايه كده هقول لك حاجه ممكن تكون صادمه. انا لو مكان حسن شحاته وبدرب الجيل ده وانا واقف على الخط، انا هجيب الشيشه يا باشا وهقعد اضرب احجره لغايه ما ازهق. انا اصلا مش هيبقى فارق معايا ايه اللي بيحصل في الماتش، لان اللعيبه دي والجيل ده مش هيتكرر في مصر تاني. لان الجيل ده جامد قوي، هيريحني ويريح بالي، هيخليني اللي انا بقول لهم عليه هيعملوه بمنتهى البساطه، يمكن كمان هيعملوا حاجات انا ما بقول لهمش عليها. يعني بمنتهى البساطه تعال نشرح كده الجيل بتاع حسن شحاته، هو اقارنه لك بالجيل بتاع حسام حسن. الجيل بتاع حسن شحاته عنده ثلاثه في خط الظهر لعب بيهم تقريبا الثلاث بطولات: عبد الظاهر السقا، وائل جمعه، وابراهيم سعيد، وهاني سعيد، ومحمود فتح الله. هم مش ثلاثه، هم خمسه، يعني دول تقريبا اللي لعبوا الثلاث بطولات. تعال بقى قارنهم لي بالثلاثه او المساكين اللي بيلعب بيهم حسام حسن: ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، حمدي فتحي. مفيش مقارنه. يعني مع احترامي طبعا لكل اللعيبه اللي بتلعب في منتخب مصر دلوقتي، لعيبه رجاله وكل حاجه، بس انا بتكلم على امكانيات بتاعه لعيب كوره. كل واحد فيهم لو قارنته باللعيب اللي بيناظره في الجيل التاني هتلاقيه ما يربطلوش، اسف يعني، رباط الجزمه. لعيبه يعني امكانياتها ضعيفه، هي اللعيب امكانياته ضعيفه. طب تعالى نخش على خط النص: حسني عبد رب، واحمد حسن، محمد شوقي، وحسام غالي، والبديل بتاعهم كمان حسن مصطفى. شويه يعني كل دول اساطير يا جدعان، احنا بكلمك على لعيبه اساطير، كل واحد فيهم عنده امكانيات جباره. قارنهم لي بقى بخط النص دلوقتي بتاع حسام حسن، هتلاقي فيه مروان عطيه وامام عاشور، ولو هتحط حمدي فتحي برضه تحط محمد شحاته ومهند لاشين. ولا واحد فيهم تقدر تقول عليه ممكن يلعب حتى بديل في الجيل بتاع حسن شحاته، مفيش. طب هقول لك على حاجه كمان انقح: الجيل بتاع حسام حسن هو الجيل الوحيد اللي فيه عمر مرموش ومحمد صلاح، لعيبه بتلعب في ليفل عالي، يعني مختلف خالص عن اللعيبه اللي كانت موجوده بتلعب في منتخب مصر. طب قارنهولي كده بالجيل ككل بقى بتاع حسن شحاته. انت عندك الجيل بتاع حسن شحاته: عماد متعب، عمرو زكي، احمد حسام ميدو، حسام حسن نفسه، عبد الحليم علي، غير ابو تريكه، غير محمد زيدان. فانت بتتكلم في كواليتي مختلف. الباقي بقى اللي كانوا بيلعبوا مع حسام حسن: صلاح محسن، حط معاهم احمد سيد زيزو، حط معاهم تريزيجيه، بعيدا طبعا عن مرموش وصلاح. فما فيش. وهقول لك برضو على حته كمان تخص صلاح ومرموش تحديدا. صلاح ومرموش تحديدا هم، يعني ما تقدرش تعتمد عليهم كأجنحة هم اللي يشيلوا الفرقة. يعني حتى هم في الفرق اللي بيلعبوا فيها مش هم اللي بيشيلوا الفرقة، يعني هو لازم حد يوصل له، حد يوصل له وسيبه هو هيتعامل. يعني مثلا اذا كان صلاح او اذا كان مرموش، هو لازم يكون في فرد او اتنين تحتيه او بيلعبوا جنبه، لازم يكونوا بيوصلوه. ده امكانيات محمد صلاح كجناح. يعني امكانيات محمد صلاح مثلا كجناح مش ملوش علاقه مثلا بالمهاره وان هو يعدي واحد على واحد وفنتات ومش عارف ايه، مش ميسي. هو نفس الكلام برضو مرموش، ولكنه قدام الجون خطير جدا. وصلني بقى يا معلم قدام الجون. يعني هتلاقي مثلا ابرز فتره لمحمد صلاح مع منتخب مصر هتلاقيها كانت بوجود ابو تريكه كصانع العاب، هو اللي كان بيوصل محمد صلاح. ودي كان في بدايه محمد صلاح في مشواره مع المنتخب، رغم ان محمد صلاح ساعتها ما كانش لسه استوى، كان لسه لعيب بيلعب في بازل وقتها تقريبا او فيرنتينا مش فاكر، بس تقريبا كان بيلعب في بازل يعني. فمحمد صلاح كان خطير جدا ليه؟ لان في ابو تريكه تحته بيوصله. طب خلاص ابو تريكه اعتزل، ندخل على المرحله اللي بعديها برضو اللي كان محمد صلاح بيطلع نار من بقه فيها. نفس الفتره كان فيها عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هو اللي كان بيوصله. فهو محمد صلاح عايز حد يوصله، ما تعتمدش ان محمد صلاح هيطير لوحده. ده من نوعيه اللعيبه اللي عايز حد يحركه. نفس الكلام عامل زي هالاند كده، هو عامل زي هالاند، اعتبره هالاند يا اخي. هو عامل زي هالاند، مش هيعمل حاجه لوحده. يعني هو هالاند مثلا لو حطيته في فرقه في الدوري الممتاز مش هيعمل حاجه، عادي، هتلاقيه زي بقيه الفراوده اللي موجودين في الدوري الممتاز. لازم حد يوصله. وصلني وانا هتصرف بقى، انا دي بتاعتي. والناس بتنتقد برضو محمد صلاح وبتقول ان محمد صلاح بيضيع كتير. على فكره انا عارف ان الناس يعني متعشمه قوي في محمد صلاح وان هو نجم وما ينفعش يضيع كتير وبتاع، بس هو ما بيضيعش كتير.
محمد صلاح كل ماتش بيحط لك فيه جون. يعني محمد صلاح احنا لعبنا في البطوله دي لحد دلوقتي 4 ماتشات، منهم 3 ماتشات محمد صلاح لعب فيهم، ال3 ماتشات جاب فيهم 3 اجوان، منهم جون بتاع زيمبابوي يعني في اخر كام دقيقه وهوب خلص لك الماتش، منهم الجون بتاع جنوب افريقيا هو اللي جاب لك ضربه الجزاء وهو اللي حطها، منهم الجون برضو بتاع الماتش بتاع بنين برضو هو الراجل حطها بوش رجله يعني يعمل ايه تاني؟ بيضيع ممكن يضيع له 1 ولا 2 في الماتش، وده الطبيعي. هالاند لو اتفرج عليه يعني الناس بس ما بتبصش للصوره الكامله، هالاند بيحط جوان كتير قوي ولكن بيضيع في الماتش عادي، وتلاقيه كمان بيضيع كور سهله. ازاي ضيعتها يا هالاند؟ والناس بقى اللي بالكابتن هالاند بقى بتتفرج على ماتشات السيتي هتبقى يا لهوي يا هالاند كان زمانك جايب هاتريك دلوقتي. هو بيروح كتير قوي فبيحط لك مثلا منهم 2 3، وفي ظل الماتش تلاقيه مثلا مضيع له هو كمان 2 3 زيه. فعادي، ده عادي. هي بس الناس واخده انطباع ان محمد صلاح ده الخارق بتاعنا ما بيضيعش. ايوه هو خارق وكل حاجه، بس هو خارق مثلا اديله 3 كور يحط لك منهم 1 او ممكن كمان يحط لك 2. انما يعني مستحيل نسبه ال 100% دي ما بتحصلش في اي حد، ما بتحصلش غير مع رونالدو بقى في عز ما كان هو رونالدو الفشيخ. فالناس للاسف بتتعامل مع منتخب مصر انه لا احنا فرقه جامده. لا يا باشا احنا مش فرقه جامده، عشان بس يعني ايه نبقى صراحه مع بعض. احنا الفرقه بتاعتنا فرقه شغال، معظمها بالروح وبالقتال وبالمش عارف ايه والكلام ده. وانا من ضمن برضو الحاجات اللي استغربتها كان في حد كتب لي كومنت كده عجيب الشكل والملامح، يعني مع احترامي ليه راجل يعني راجل فوق دماغي طبعا، بس كتب لي كومنت كده حسام حسن بيلعب بطريقه عجن ومش عارف ايه. يا عم انا موافق الطريقه دي مش حلوه، الطريقه دي وحشه جدا وسيئه جدا، ولكن هل عندك اوبشن انك تلعب بطريقه تانية او لعيبه تانية ممكن تحل محل اللعيبه الاساسيين؟ مفيش. انت ما عندكش، والله ما عندك. يعني لما زنقته بقى بدأ يقول لي اسماء غريبه جدا، قعد يقول لي طاهر محمد طاهر وناصر ماهر. يا راجل يا طيب، ده اللعيبه دي انت اصلا بتشتكي منها في النادي لو انت بتشجع. يعني مثلا اعظم زملكاوي واكتر زملكاوي بيحب الزمالك من قلبه عمره ما هيطالب ان ناصر ماهر يبقى موجود في المنتخب. عمره. هو عارف ناصر ماهر، عارف ان هو بيضيع كتير وعارف ان اوقات كتير ما بقاش في الفورمه وي نفس الكلام على طاهر محمد طاهر. انت ما عندكش كواليتي، اعرف دي بقى. انت الفرق الكبير قوي ما بين جيل حسن شحاته والجيل بتاع حسام حسن دلوقتي ان دلوقتي حسام حسن ما عندوش رفاهيه الاختيار، القماشه مش واسعه. عشان بس الكلام ده بيقعد يتردد في الميديا والناس مش فاهماه. هقول لك يعني ايه القماشه مش واسعه. يعني مثلا ايام حسن شحاته كان بيبقى عنده عماد متعب، يعني انا اجيب لك مثلا الفتره بتاعت 2006 عنده عماد متعب وعنده عمرو زكي وعنده عبد الحليم علي وعنده احمد حسام ميدو وعنده حسام حسن. في الفتره دي بقى هو استبعد حازم امام مثلا، استبعد جمال حمزه مثلا، استبعد لعيبه كانت موجوده في الدوري كانت مكسره الدنيا. يعني ده عادي، هو عنده اوبشن، يعني مثلا 2008 تقريبا او 2010 هو مقعد عمر جمال على الدكه، مقعد تقريبا 2010 عمر جمال قاعد على الدكه. عمر جمال نجم الاسماعيلي اللي هو لو بيلعب دلوقتي هيفشخ الدنيا. عمر جمال لو بيلعب دلوقتي هيبقى نجم مصر بلا منازع. ما قعد احمد عبد الملك على الدكه، ما قعد شيكابالا على الدكه. حسن شحاته كان عنده الرفاهيه دي، هي دي بقى النقطه، عنده رفاهيه ان انا ممكن اقعد عادي. ممكن في ناس ما اختارهاش اصلا، انما انت دلوقتي ما عندكش حد تختاره اساسا. هتقول لي يا باشا ما هو مقعد مصطفى محمد على الدكه وما بيلعبوش. انا فاهم والله فاهم، بس هي الفرقه 11 لعيب. هلعب بمرموش وهلعب بصلاح وهلعب بتريزيجيه وهلعب بزيزو وهلعب بامام عاشور. طب فين بقيت يعني فين اللي هيدافع؟ يعني ما هو كل دول ابطال كلهم ماشي في الهجوم كويسين، بس مين اللي هيدافع؟ وانت عندك كوارث دفاعيه. يعني انت كراجل اهلاوي، اهو، ويعني بص يعني ابن التتش، انت ابن صالح سليم يا عم. محمد هاني ايه رايك فيه كامكانيات لعيب؟ يعني مع احترامي ليه انا بقدره جدا وبحترمه عشان بيلعب في منتخب مصر، لكن كلعيب كوره انت ايه رايك في محمد هاني؟ ايه رايك في غلطات الدفاعيه بتاعت محمد هاني؟ بلاش محمد هاني، رامي ربيعه ايه رايك في غلطات الدفاعيه؟ كوارث. ايه رايك في غلطات محمد الشناوي الحارس اللي المفروض يعني مثلا على سبيل المثال برضو بما اني ذكرت محمد الشناوي، حسن شحاته عنده رفاهيه ان هو عنده عصام الحضري وعنده رفاهيه ان عبد الواحد السيد يبقى قاعد له على الدكه. انت دلوقتي عندك محمد الشناوي قاعد قلقان منه يا رب ما يعمل حاجه كارثه. يعني هتقولي ما انا عندي مصطفى شوبير، هو اصلا قاعد دكه في فرقته. يعني
بص للصوره كلها، ما تبقاش متحفز قوي ضد حسام حسن. انا عارف يا عم ان في ناس كتير ما بتحبوش، وده طبيعي حال الدنيا يعني. ناس كتير ما بتحبش، يعني ممكن يكون في ناس كتير ما بتحبنيش ومش هتحبني على الكلام اللي انا بقوله ده، عادي عادي خالص يعني، ما عنديش مشكله واتفهم ده جدا. لكن ما تخليش كرهك لحسام حسن ما يوريكش للصوره كامله. الصوره كامله هو ما عندوش، والله ما عنده. يعني مثلا حمدي فتحي على سبيل المثال، حمدي فتحي على سبيل المثال لعب اول ماتش بتاع زيمبابوي، لعب فيه خط نص سيء جدا، يعني وحش وحش جدا، هجوميا ضعيف، ما بينقلكش تماما، خلاص ما بيعملش حاجه. فخلاص هو حمدي فتحي خلاص وقفته ليه بتاع عظمه، هو تمامه يعمل كده، تمامه يقطع ومش عارف ايه ويسلم اقرب لعيب جنبه، خلاص انا العبه ليبرو عشان كمان يغطي لي على الكوارث الدفاعيه اللي عندي. فالراجل ما عندوش اوبشن، ما عندوش اوبشن. ولو خدنا البطوله دي يعني يبقى حسام حسن ده قسما بالله الناس اللي بتفهم يعني تحطه في مكانه عظيمه. وعايزك برضو تتخيل معايا كده جوارديولا مثلا، يعني جبنا جوارديولا مثلا الاتحاد المصري لكره القدم، استلف من كل الجهات اللي موجوده الحكوميه في مصر، واستلف من الشعب المصري وتعاقد مع جوارديولا. جبنا جوارديولا يا عم، هيعمل ايه؟ قول لي هيعمل ايه بالكواليتي اللي عنده؟ هيعمل ايه؟ هيقول لي ايه لمحمد هاني مثلا؟ هيقول لي ايه لمحمد حمدي؟ هيعمل ايه مثلا مع امام عاشور اللي يعني الراجل بقاله شهرين ما بيلعبش كوره؟ وفيروس ايه ده؟ يمكن انا مريت بظروف شبه دي في فيروس ايه، لانه جالي فيروس ايه ده على كبر. على فكره حاجه صعبه جدا، حاجه صعبه جدا، وكتر خير امام عاشور ان هو بيلعب وهو يعني راجع من المرض ده. ما عندكش، والله ما عندك، والله ما عندك. الكواليتي يا جماعه بقى صعب، بقى صعب جدا. يعني برضه هقول لك على حاجه، زمان كان القماشه في كتير قوي لعيبه تقول عليها لعيبه جامده مع انها ما لعبتش اهلي وزمالك ولا لعبت منتخب مصر. يعني مثلا ما فيش واحد تابع الدوري المصري زمان الا لما يقول لك صلاح امين ده يا لهوي ده كان فرود عبقري، يقول لك مثلا محمود عبد الحكيم ده كان حاجه ما حصلتش، يقول لك اسامه محمد وعمرو حسن دول كانوا حاجه يا خرابي قصه، يقول لك احمد شعبان ده كان حاجه عبقريه. هتلاقي هتعد فرقه، هتعد فرقه دي عمرها ما شمت منتخب مصر، او يعني لو شم منتخب مصر لعبوا ماتشات وديه عمرهم ما شاركوا في ماتشات كبيره. انما انت دلوقتي ما عندكش يا اسطى، والله ما عندك حد، ما عندكش حد. فما تقارنش حسن شحاته والاداء اللي انت مستنيه يعمله حسن شحاته. خد بالك ما لعبش غير 2008، احنا 2006 ما كناش احسن حاجه برضه، بندافع وتحت الكوره ومش عارف ايه وما بنروحش بهجمات خطيره وي 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 2008 لعبت واتحسنت وبقيت احسن. اللعيبه دي قعدت مع بعض فتره طويله ومش عارف ايه، والكواليتي طبعا بقى جبار، بقى عندك يعني في كل المراكز واحد واثنين وثلاثه لعيبه جامده قوي. فانت ما تقارنش، ما ينفعش تقارن، والله والله. وما تطبيل لحسام حسن، يعني حسام حسن مش ابن خالتي، يعني مش عشان اسمي حسام وهو اسمه حسام فيبقى ده لا والله عادي خالص، انا مش بطبل له والله. بس هو الموضوع بالعقل، شويه عقل. يعني انت لو شلت حسام حسن، شلت يا عم حسام حسن وريحناك من حسام حسن، هتجيب مين وهيعمل ايه؟ مش هيقدر يعمل حاجه زياده. هو ده الكواليتي. الناس مش يعني الناس على فكره فاهمه، بس تيجي عند حته معينه كده لا 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 احنا عايزين نلعب. طب ماشي يا عم، عايز تلعب عندك لعيبه؟ ما عندكش لعيبه، ما عندكش لعيبه تلعب. يعني الناس مثلا في كل الانديه، الزمالك ما عندوش اصلا فرقه. يعني انا كراجل زملكاوي بقول لك انا فرقتي ما فيهاش لعيبه اصلا، ما فيهاش لعيبه اقدر اعتمد عليها واقول اللعيب ده يا جبار. مفيش، مش زي مثلا الاجيال اللي قبل كده، مفيش، ما عنديش. الاهلي عنده كوارث كتير في كل المراكز، عنده كوارث في خط الهجوم، كوارث في الاجنحه، كوارث في خط الدفاع، كل حته فيها كوارث. فما تجيش انت بقى كراجل اهلاوي بتنتقد اصلا فرقتك وتقول ده الاهلي وحش ده، وانت كراجل زملكاوي تقول الزمالك وحش، ومستني ان اللعيبه دي بقى اللي هي في الاهلي والزمالك دي فيقوموا رايحين منتخب مصر يتحولوا بقى يبقى سوبر هيروز بقى وافنجرز ولعيبه بقى بص بتطلع نار من بقها. ما هم دول يا اسطى اللي انت بتشتمه، يعني ركز معايا، دول اللي انت بتشتمه لما يروحوا المنتخب. ما هو طبيعي هيبقى ده مستوى، هم دي امكانياتهم، هي دي امكانياتهم والله. يعني الراجل ما عندوش اوبشن. فمهلا على حسام حسن، وخليكوا اهدى على حسام حسن. حسام حسن مدرب كويس والله، وانا اتفرجت عليه وبتابعه من زمان، من ايام ما كان في المصري وعمل الطفره بتاعت المصري اللي كان طول عمره بينافس على مراكز الهبوط. مع حسام حسن بقى فرقه بلعيبه ضعيفه كمان. يعني انا عايز اقول لك مثلا على يعني حته كده سريعه على طرف المعلقه،
حسام حسن طلع كميه لعيبه من المصري، كل الناس افتكرت ان اللعيبه دي اللي جامده. لا يا باشا، اللعيبه دي مش جامده، اللعيبه دي حسام حسن اللي خلاها جامده، واول ما خرجوا من منظومه حسام حسن اتكشفوا. يعني عندك مثلا لو تفتكر، يعني اكيد عندك الذاكره، الموضوع مش بعيد قوي يعني. حسام حسن طلع مدافع فشيخ اسمه محمد مجدي، يا خبر ابيض، ده المدافع ده جامد قوي، بيجيب اجوان وبيقطع كويس، مجرم، وبيطلع بالكره 10 على 10. راح الزمالك، ما لعبش ماتشين على بعض، ابيض على الابيض. طب يا عم ماشي، تحصل صدف. كابوريا جاب واحد من دوري درجه تانية تقريبا ولا تالتة، وعمل منه صانع العاب فشيخ، وبيجيب اجوان عالميه، وبيحط بيمينه وبيحط بشماله. ايه الواد الخطير ده؟ طب يا الزمالك بقى، ايه ده عالمي ده، هاته. راح جابه ابيض على الابيض، ما لعبش ماتشين على بعض. محمد الشامي مع حسام حسن، يا خبر ابيض، بيتشقلب ومش عارف ايه وبتاع. الزمالك راح جابه برضه ابيض على الابيض، ما عملش اي حاجه. ف يعني ده حسام حسن عمل فرقه من لا شيء، ومش مره ولا اتنين، على اجيال على فكره يعني ورا بعض. يعني الجيل مثلا اللي قبله بتاع المصري برضو، احمد شديد قناوي بقى ومش عارف، والفرقه بتاعت امير عبد الحميد واسامه عزب، عمل فرقه من لا شيء، والفرقه دي من غيره ابيض. هو ده حسام حسن، عنده القدره ان هو يطلع، بس لما يكون في على الاقل 1%، انا ازقها لك يا عم، اخليها لك 50، اخليها لك 60، بس ما تبقاش انت ابيض خالص وتيجي تقول لي لا والله انا عايزه 80%. فالموضوع ببساطه يا جماعه، منتخب مصر يعني بنلعب بروح، وبنلعب برجوله، وما بنلعبش بخطه اعجن ومش عارف ايه، لان احنا يعني احنا بنعجن صريحه اهو معاك، احنا بنعجن، مش ده الاداء بتاع منتخب مصر. ولكن عشان تبقى منطقي لازم يعني في اي مجال في الدنيا لازم يبقى عندك معلومات عشان تعرف تطلع النتائج، في معطيات تساوي نتائج. فالمعطيات بالنسبه لك ان انت الفرقه ضعيفه، امكانيات ضعيفه، فالنتائج ان انت توصل للمرحله دي بقى غريبه، دي تقف هنا تقول ايه ده معجزه. ما تقولش ده احنا بنكسب بالهلاهوبا. احنا بنعجن وما بنلعبش كوره حلوه، بس قصاد ده انت قادر تكسب، قادر ان ما يخش فيك جوان كتير. يعني الجونين اللي دخلوا فيك، مثلا الجون بتاع اللي دخل محمد الشناوي، يعني حاجه كارثه، ويعني اولها عجن من زيزو، ومحمد الشناوي يقوم مشتتها غلط، فالكره تخبط وتلف. جون يعني استروبيا من الاخر، جون مش حلو يعني، مش جون ملعوب مثلا دخل فيك. والجون اللي دخل فيك في اول ماتش بتاع زيمبابوي ده ماشي، غلطه حسام عبد المجيد، سحب لك حسام عبد المجيد خالص، وحط لك حمدي فتحي وقفلها لك ضبه ومفتاح. ما بيجيش عليك كور خطيره، ورغم ده انت بتروح بكميه كور خطيره جدا 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 وما بتعملش بيها حاجه. يعني انت بتروح بكميه انفرادات، اعتقد لو احنا جمعنا الانفرادات اللي جت لمنتخب مصر من اول بطوله لحد اخر ماتش، يعني 4 ماتشات، انت رايح كام انفراد، كام فرصه خطيره وانت ضيعتها. يعني اعتقد ان انت اكتر منتخب عمل الاحصائيه، يعني لو تبقى انت رقم واحد تضييع انفرادات. فهو حسام حسن مش هيروح يقول لي مثلا يا كابتن زيزو، وانت قدام الجون، يعني حطها بوش رجلك، حطها في الجون باي حاجه بقى، بوش رجلك، بطن رجلك، ببز رجلك، بقفا رجلك، حطها باي حاجه، حطها في الجون. هو مش هيروح يقول لزيزو كده، ومش هيروح يقول لمحمد صلاح النجم اللي بيلعب في ليفربول انت ضيعت لي كرة انفراد النهارده. مش هيعرف يقول له انت ضيع لي انفراد. طب ما هو الراجل بيلعب في ليفربول، المفروض ما يضيعش. نفس الكلام عمر مرموش، مش هيقول له يا كابتن عمر مرموش انت رايح انفراد من نص الملعب، المفروض ما تضيعش. فرفقا وخليكم منطقيين في الطرح. انا عارف ان الكلام ده للناس اللي هي ما بتحبش حسام حسن، خلاص هو كده كده هو ما بيحبوش، انا مش هغير له فكرته. يعني والله لو قلت من هنا للسنه الجايه هو عمره ما هيقتنع، هو خلاص انا ما بحبش حسام حسن والراجل ده مش جاي معايا، فخلاص انا مش هقعد اقنعه. لان في نوعيه ناس كده خلاص هو دماغه اتسيستمت على كده، انا مش بتكلم مع الناس دي اصلا، يعني خلاص هو ده رايه مش هيغيره. انا بتكلم على الناس اللي مش عاجبها اداء المنتخب، وعندها بس حته كده اللي هو طب احنا ليه بنلعب وحش. انا بفهمك احنا ليه بنلعب وحش، عشان احنا امكانياتنا وحشه، احنا اللي امكانياتنا وحشه، مش الراجل ده اللي وحش. يعني حسام حسن شيلته النهارده، حطيت مكانه اعظم مدرب في الدنيا، مش هيعمل حاجه، لان احنا امكانياتنا ضعيفه. وان شاء الله ان شاء الله يعني نعمل معجزه. يعني انا امل ان احنا هنوصل ان شاء الله لنص نهائي. ماتش هيبقى صعب جدا قدام كوتيفوار او بوركينا فاسو، هيبقى صعب جدا ايا كان مين فيهم اللي هيكسب، هيبقى صعب جدا. ان شاء الله نقدر نعملها، مش صعبه ومش سهله، بس يعني برضو لو حافظنا على نفس الريتم ده اعتقد ان احنا ممكن نوصل
تفضل تدافع وتقفل والكلام ده، ثم تلعب واحده سريعه مرتده تروح تخطف لك بيها جون وتنام عليها طول الماتش. ممكن نعرف نعمل ده، وان شاء الله ان شاء الله نوصل نص نهائي. ثم بعد اللي كده بقى ده يعني ده بتاع ربنا. لو انت اجمد فريق في الدنيا يا باشا، عادي في النص نهائي ممكن تخرج عادي خالص. لو انت اوحش فريق في الدنيا ممكن تلعب في نص نهائي ومعاك توفيق ربنا تلاقي نفسك بتكسب وتوصل نهائي. فملهاش دعوه يعني. هي بس الماتش اللي جاي ده نعديه، والباقي ده خلاص احنا كده خلاص رفعنا ايدينا. الباقي ده بتاع ربنا، انت ما تقدرش تعمل اكتر من كده. طبعا كله بتاع ربنا يعني، بس انا اقصد ان ايه، نسبة المهارة لا تتفوق، لا يعني نسبة التوفيق هي نسبة ال 100% في الماتشات بتاعت نص النهائي. اتمنى اكون ما طولتش عليكم، واتمنى تكونوا فهمتوني. ويعني واتمنى ان انتوا برضو يعني لو عندك حد مثلا مش عاجبه الكلام ده، يا ريت تمنشنه، ويا ريت تفهمه. يا ريت تقعد معاه على القهوه وتعزمه على حاجه حلوه كده وتفهمه ان يعني المنتخب مش كده. ويعني اخر حاجه بس، العصبيه بتاعت حسام حسن في اخر الماتش، انت لو تسمع الفيديوهات اللي جايه من الاستاد وهو بينزل مصطفى محمد في اخر كام دقيقه، والناس في الجماهير عماله تقول له انت بتذله، انت مش عارف ايه. الراجل ده بيتعرض لضغط بشع والله، ضغط. انا اصلا مستغرب حسام حسن والله يعني، انا مش عايز افتح في الحته دي، انا خلاص بقفل الفيديو. بس يعني انا مستغرب حسام حسن لو حد قال له بام هيقول له بام مين امك عادي خالص، مش هيجلي منه. فانا استغربت ان حسام حسن بيتعرض لكل الضغوط دي، وكميه الناس اللي بتشتمه وكميه الناس اللي بتنتقده، وهو هادي وعلى الخط هادي ودنيته هاديه. فربنا يكملها بالستر، وان شاء الله دور الثمانيه نعديه ونخش على نص النهائي. وزي ما تيجي بقى يا باشا، انت خلاص انت عملت كده ايه اللي هي ايه، خدت الامتياز يعني. بس جبت درجة الامتياز اللي هو ايه 9 من 10. ان شاء الله تبقى 10 من 10 لو وصلنا النهائي. بس يعني الباقي ده زي ما قلت لك بتاع ربنا. ان شاء الله ربنا يوفقنا وبالتوفيق لنا جميعا. وما تنساش بقى تشير الفيديو وتعمل لايك وتعمل سبسكرايب. ويعني دلعني انا بحاول يعني اقول لك شويه معلومات كده بسيطه من وجهه نظري البسيطه الصغيره يعني. فانت كمان يعني ايه مش هتبخل عليا ان شاء الله بلايك يعني.